ختامه مسك. باشمهندس في كارت معانا في داخله معلومه حضرتك هتشوفها، ولو عايز تجاوب ماشي، مش عاوز اللي يعجب حضرتك. يلا اتفضل. هل هناك نية للترشح الفترة الانتخابية القادمة بظل الظروف الاقتصادية في البلاد والمشاكل التي تواجه أهالينا في الشارع المحلي؟ وماذا يستقبل المحتويات وكذا؟ سؤال جميل جدا. نقوله على الناس؟ يا ريت أنا الحقيقة طول ما العمل العام ما خدنيش في الدنيا، أنا يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني متم الحمد لله حفظ القرآن الكريم، واخد عندي إجازة في حفظ العاصم حافظ واجازه في الشعر، وعلامه الاخلاص اني دخلت حاجه الكوره ودخلت الناس دي وانا خاتم في 2003 وخد الاجازه في 2018 بتاع شعر. الحمد لله القران ده عزيز، يعني حضرتك لو انت لو ما خدمتش كل اسبوع هتنسى اللي انت عمله. طول ما انت بتعمل عمل وانت شايفه ما هتاخده معاك تحت، كل حاجه هتاخدها معاك تحت تشتغل عليها، كل حاجه هتسيبها وتنزل مش واخدها، انا ما بحبش اشتغل او ما اداش الاهتمام البالغ. انا في حياتي في العمل الانتخابي بعمل كل حاجه اللي انا هاخدها معايا في قبري تحت. ما عملتش حاجه اخدها معايا في الدنيا. انا حضرتك اقول لك على معلومه بس واحده، انا ما بنيتش ولا تعرف عندنا تجاره واستثمار عقاري، ما بنيتش ولا ترك. اول ما خد القانون ببدا اطلع رخص بعد التعديل. ما خدتش مبنى، ما عملتش الشارع بتاع المحل عندي، مدينه المحل انا عملته تطرق على حسابي. في ناس ولما جيت اعمل احمد حسين وشارع كل ده انت عملته على حسابي، بس ما تقدرش تدخله في الخطه لان يكون احمد حسين ده اخر شارع اتعمل في المحل عشان انا وهو كناين. دي فبحاول ان انا اعمل كده. ان انزل تاني بقى دي مش رابطها ببعض، يعني كل التدبير والله انا ولا خططت ولا بدبر ولا عارف اعمل ايه من فعل امان. لكن اذا كان هناك رغبه من الناس والناس بتقبل هذا الوضع، ودايما الدوره الثانيه بتبقى صعبه. الدوره الثانيه صعبه، وانا كنت حريص جدا في الدوره الاولانيه ان ولا اعمل بطانه ولا ازعل حد. مش لان انا عشان انزل تاني، عشان انا لو ما نزلتش ما بقاش في عداوات، ولو نزلت يبقى الناس متقبله هذا الوضع. فيعني انا ما عنديش يعني ما يمنع ان انا انزل، لكن ما خدتش القرار لسه. شكرا يا باشمهندس، ونورت الدنيا. متشكرين. انا اللي بشكر جدا المجموعه وسط كل الناس اللي ورا الكواليس واللي ورا الكاميرات، حاجه حرفيه جامده جدا. مهني المحله كل ما حاجه بتضاف في المحله صدقني انا ببقى سعيد جدا جدا. المحله تستاهل فعلا يكون فيها كل حاجه كويسه. السوشيال ميديا والحاجات الجديده والكاست والحاجات دي محتاجينها فعلا المحله انها تنتشر، وانت حضرتك قادر اعلامي محترم والمجموعه اللي معاك بشكركم مهنيين، واتمنى الاستمراريه النجاح ويكون مش ناحيه الوقت. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، نلقاكم الاسبوع القادم على خير ان شاء الله في برنامج كشف حسين.